في يوم من الأيام تعبان دخل ورشة نجار بعد ما مشي بالليل، وفضل يدور على أكل ياكله. وكان من عادة النجار ده إنه بيسيب عدته على الترابيزة، واللي من ضمنها المنشور. فالتعبان فضل يطلع على الترابيزة لحد لما عدى فوق المنشور، فجسمه اتجرح جرح بسيط. التعبان ارتبك وحاول يلدغ المنشور كرد فعل للجرح، والنتيجة كانت إن جسمه وبقه اتجرحوا تاني. التعبان ما كانش مدرك اللي بيحصل، وتخيل إن المنشار بيهاجمه، ولما حس إن كده كده ميت قرر يعمل رد فعل أقوى، ولف بكل جسمه حوالين المنشور. راح النجار تاني يوم الصبح، لقى المنشار وحواليه التعبان ميت بسبب طيشه وعصبيته وغضبه. العبرة من كل ده، الحياة محتاجة تجاهل أحداث، مواقف، أشخاص، أفعال، أقوال. عود نفسك على التجاهل الذكي. مش كل حاجة تحصل تستحق منك التفكير والرد عليها. خليك شاطر في التجاهل. في قصص وحكايات الأفضل إنك تسكت وما تعملش عليها أي رد فعل. كل اللي عليك إنك تشد كرسي وتقعد تتفرج وبس، عشان تحمد ربنا إنه نور بصيرتك وعرفها لك بكل تفاصيلها بدون سعي أو مجهود.